علاج يرفع معدل الحرق. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اتكلمت قبل كده عن ادويه التخسيس في فيديو لوحدها. مهم جدا نعرف الفرق ما بين حاجتين، الادويه اللي بترفع معدل الحرق والمكملات الغذائيه. مهم جدا ان احنا نعرف الفرق بينهم. ادويه التخسيس اللي بترفع معدل الحرق اتكلمت عنها قبل كده واتكلمت عن اضرارها الجانبيه. في منها بيرفع معدل الحرق وفي منها بيحسسك بالشبع لفتره اطول وفي بيقلل امتصاص الدهون في الجسم. ايا كانت هي بتعمل ايه فهي اضرارها الجانبيه كتيره جدا، منها ان هي بتاثر على كيمياء المخ وممكن تعملك توتر واكتئاب وارق، كمان ممكن تاثر عندك على عضله القلب، ده غير ان هي بتاثر على المعده والامعاء والقولون. كمان لما بتبطلها للاسف بترجع تتخن اكتر من الاول. اما المكملات الغذائيه، المكملات الغذائيه ميزتها ان هي بترفع عندك معدل الحرق بس بطريقه غير مباشره. طيب ازاي الكلام ده؟ زي انها بتعوض نقص الفيتامينات والمعادن اللي بيكون موجود في جسمك وبيكون مأثر على معدل الحرق عندك في الجسم، وبالتالي لما انت بتاخدها فتره بتحسن عندك معدل الحرق ويبدا الحرق عندك يزيد بطريقه غير مباشره. طبعا ده على حسب حالتك الصحيه، عشان كده ما ينفعش انت تاخد مكمل غذائي من نفسك. ممكن اللي مناسب ليك ما يناسبش غيرك، لان ده بيكون على حسب حالتك الصحيه. زي مثلا لو انت عندك ضغط او سكر، مقاومه انسولين، مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب، وهكذا. عشان تاخد المكمل الغذائي المناسب ليك لازم تعرف حالتك الصحيه كويس. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو في اي سؤال سيبولي في الكومنتس تحت.